النهارده هنعمل الفراخ المشويه على البرطمان. كتير مننا بيبقى اغلب الاوقات ما بيكون حابب ان الفرخه تطلع كامله كده وفي نفس الوقت بتكون مشويه وجاهزه زي البر. وازاي بقى نطلع اللحمه بتكون دايبه كده معانا، وازاي بتطلع كامله كده معاكم. وهنعملها النهارده على البرطمان، فما تقلقوش من البرطمان انه هيفرقع. فيلا بينا نشوف الفيديو ونسمي الله. اول حاجه بيكون معانا بصلتين كده متوسطين الحجم. ممكن نبشرهم بشر ناعم او ممكن نفرمهم فرمه خشنه كده زي ما انا فرماهم كده في الكب. طبعا وهقول لكم ليه انا فرماها فرمه خشنه كده. بضيف عليها كده طماطميه مبشوره والتوابل، معلقه كبيره من الملح، فلفل اسمر، بهارات، بابريكا، دي معالق صغير. ضفت بقى معلقه من المستردة ومعلقه كده من الكاتشب، وضفت عليهم بقى معلقة كده من عصير الليمون ومعلقة كده كبيرة كده من الخل. وهنضيف من 3 ل4 معالق برضو زيت. هقلب كل ده مع بعضه لحد ما يتجانس وتبقى التتبيلة معانا بالشكل ده. جبت بقى فرخة وغسلتها كويس قوي ونضفتها بالليمون وبالخل. وبعدين وزن الفرخة هنا بتكون معانا من كيلو ونص ل2 الا ربع، ما بتكونش اكبر من كده علشان الفرخة تبقى حلوة معاكم في الشوي. فهفتح بقى الفرخة كده من جوه وهبتدي بقى احشيها بالخلطة اللي احنا عملناها ديت. ومن كل جوانب كده، من تحت الفرخة ومن تحت الجلد ومن جنب الأجنحة كده ومن عند الأوراق ومن ورا الظهر كده بالشكل ده. فهتبلها بالشكل ده لحد ما تشرب التتبيلة كده من كل جنب. طبعا انا بكون مفتحة من تحت الجلد علشان تمص كده كل التتبيلة بالشكل ده. دي شكلها بقى بعد ما تبلتها. بتكون شكلها كده من جوه ومن بره. هي من الافضل بنسيبها من اقل شيء ساعتين. بس انا هنا كنت مستعجله وعشان اقدر اصورها فعملتها على طول. بفتح كده فتحات كده بالسكينه علشان تشرب كل التتبيله. جبت بقى صينيه هنا واستخدمها للشوي، وجبت هنا برطمان زجاجي من برطمانات المربى او برطمانات الصلصه اللي بتبقى موجوده في اي بيت. انا كده كنت ملياه من الميه ورجعت فضيته عشان اوضحه لكم قدامكم. هنا بعد ما مليته كده بالميه ضفت 4 فصوص كده من الحبهان، مجرد ان هي بتعطي نكهه، معلقه روزماري وورقتين كده من ورق اللورا. وهبتدي بقى اجيب الفرخه وهبتدي بقى ادخلها كده في البرطمان كده. بقى انا جبت الفرخه اهيت معاكم، ومن الفتحه كده اللي جوه ديت اللي هي بتبقى تحت البطن هبتدي بقى ادخل كده الفرخه بالراحه وابتدي ادخلها في فتحه البرطمان كده من فوق واتكه بالشكل ده قوي لحد ما تثبت كده معانا. جبت بقى كل التتبيله اللي بتبقى نازله كده من الفرخه، هبتدي بقى انزلها كده على الفرخه من فوق بالشكل ده. وبعدين هضيف 3 ل4 كوبايات كده من المية تحت في الصينية. هنا انا ضفتها قدامكم، بس من الافضل تضيفوها كده وهي في الفرن علشان لما تيجوا تشيلوها تبقى شيلها يكون خفيف عليكم لانها بتكون تقيلة. هدخلها فرن بقى ساخن على درجة حرارة 200 على اعلى درجة حرارة لمدة تلت ساعة لحد ما تشد كده من تحت بس. وبتكون على الرف الاخير كده من الفرن بنزل الشبكة بالشكل ده وبسيبها لمدة تلت ساعة على اعلى درجة حرارة. وبعدين بهدي عليها، بتاخد من ساعة ونص لساعتين الا ربع في الحدود دي على حسب درجة حرارة الفرن وعلى حسب تسوية الفرخة. وبيكون وزنها بيكون يعني وزنها قد ايه معاكم. هبتدي بقى اشيلها كده من البرطمان كده بالراحة. طبعا لو هي بتكون لسه سخنة فالافضل انكم انتوا تسيبوها تبرد يعني وتشيلوها. ولو انتوا مستعجلين بتشيلوها في فوطة كده. وده بيكون لونها. قدمتها كده مع البطاطس وبصل وبقدونس وسماق، وعملت جنبها رز مبهر بالشكل ده. في اول الفيديو قلتلكم ان انا بقطع البصل بطريقه بتكون خشنه بالشكل ده، طبعا لان احنا بنحب البصل يكون ظاهر كده في الفرخه وهي مشويه لانه بيبقى طعمه جميل جدا. فبنحب ناكله كده مع الفراخ. تاني حاجة البرطمان بيكون حاطين فيه مية. ده اول حاجة بيساعد ان هو ما يفرقعش، وتاني حاجة بيساعد ان هو يسوي الفرخة وله تسوية حلوة كده من جوه. وبنضيف له التوابل اللي انا حطيتها كالروزماري او الحبهان او الورق اللورا. بنضيفها بتدي نكهة حلوة قوي للفرخة من جوه. ممكن تضيفوا برضو بصل او طماطم زي ما تحبوا، بس انا بفضل التوابل اللي انا ضفتها دي. فبتمنى تعجبكم الطريقه، ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش بقى فولو القناه ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على